وانت فرحان غادي تشري موطور دراجه ناريه، ودوك الناس اللي صنعوا ذاك المحرك عنده نوع ما من الضجيج، عنده قواعد ديالو، وضعوا العادم، بالتالي جا الشاكمه ليشابمون العادم. لماذا وضع وبذلك الحجم؟ حتى يمتص صوت المحرك. كتنوض انت وكتحيد الغطاء ديال العادم باش دير نوعا ما من الضجيج الذي يعجبك ويرضي نقصك وضعف الاهتمام بك. وتمر في الشارع امرأة نعسات الوليد ديالها، واحد مسكين مريض ديال الله دخلت واحد شويه النعاس وتفزعه، راه إذا خرجت من نفسه لعنة الله عليك وجبت. منين جبتها؟ ماشي الكلام ديالي، لا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من كل قول أو عمل يقرب إلى النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كما نحمد الله عز وجل أن جمعنا مجددا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، ونسأله جل في علاه كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أحاط الله سبحانه وتعالى النفس البشرية بتشريع يحميها من كل من تسول له نفسه أن يمس النفس التي خلقها الله بسوء. كل من تأمل آيات كتاب الله عز وجل فيما يخص تشريعه لحفظ النفس يجد آيات تزلزل القلوب قبل الأسماع. قال ربنا عز وجل في وعيد شديد لكل من تسول له نفسه أن يمس النفس التي خلقها الله، النفس البشرية، أن يمس الإنسان بسوء، وهو من أشد الوعيد في كتاب الله عز وجل. قال ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الدماء. وقال ربنا في شأن الانتحار أن يزهق المرء نفسه. قال ربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعد منا قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يزهق نفسه، قال الله ابتدرني عبدي بنفسه، يعني قتل نفسه قبل أن يقبض الله روحه، قتل نفسه. ابتدرني عبدي بنفسه. بعد منها قال في الحديث القدسي حرمت عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم باش تشوف النفس شحال عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم حرامه. شو على كلام ديال النبي عليه الصلاة والسلام شحال ثقيل. لو أن أهل السماوات من الملائكة، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم حرام لكبهم الله في النار. شوف النفس. وقارن ربنا سبحانه وتعالى دائما في كتاب الله عز وجل إزهاق الأنفس بالإشراك به، والإشراك بالله هو أعظم ذنب قد يقترفه امرؤ على الأرض. قال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. وإن من المناظر التي تدمي القلب حرب الطرقات. يموت على الأرض كإحصاء كل سنة أزيد من 1.5 مليون تموت كل سنة بسبب الطرقات، وأزيد من 40 أو 50 مليون إعاقة. وفي بلدنا كل يوم 10 القتلى كإحصاء كل يوم كمعدل. شنو السبب؟ ما الذي يجعل هذه الحرب تزهق أرواحا على الطرقات بشكل مضاعف، يتضاعف العدد بمرور الأيام والسنوات، مع العلم أن السيارات صارت أكثر تطورا، والطرقات صارت أكثر راحة، والدنيا صارت أكثر راحة لمن يريد أن يعيش فيها. السبب هو الإنسان نفسه. نحن كمسلمين عندنا واحد القاعدة زايدة على غيرنا. في غالب الأحيان كتلقى قانون السير اللي في المغرب، ونحن بلد مسلم، هو نفسه في دولة لا تدين بالإسلام، نفس القانون. لماذا يموت على الطرقات في بلد مسلم وعندنا هذا التشريع الرباني العظيم في حفظ الأنفس أضعاف ما يموت في غيره من البلدان التي لا تدين بالإسلام؟ لماذا؟ دعونا ندخل الأمر تحت طائلة الإهمال، ما نقولوش التعمد، نقول الإهمال. كثير من الناس يظن أنه إذا أخذ ذيك الرخصة ديال السياقة وحرك سيارته يعني راه خرج من طائلة الشريعة ودخل في طائلة القانون. إذا أخذتي رخصة السياقة يا حبيبي فأنت في طائلة الشريعة، داخل شريعة الله، قبل أن تدخل داخل دائرة القانون، يعني العقوبات والزجر إلى غير ذلك مما ينظم به المشرع السير على الطرقات. من أين لك؟ إذا اجتمعنا كمسلمين، إذا اجتمعنا وتعاقدنا على أمر، درت أنا وياك عقد، هذا العقد ما فيش شي حاجة حرام، لا أحل به حراما ولا أحرم به حلالا، صار العقد ملزما، صار العقد ملزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما من عقد تعاقدتم عليه ما لم يكن إثما أو حراما صار واجبا أمام الله ورسوله. ومن هذه العقود هذيك الرخصة السياقة اللي كتاخذها، عندك عقد معي كراكب ومع الآخر كراجل ومع الدولة من جهة أخرى على احترام القانون الذي ينظم السير. وما جعل هذا القانون إلا لتفادي إزهاق الأرواح. على سبيل المثال حزام الأمان، شحال من واحد كيقول لك لا راه ما كاينش لك يراقب، لا هانيه حيد. واش كتعرف عند التصادم بسرعة 50 كيلومتر 50 عرفتي الوزن ديالك شنو كيولي؟ كيف يصبح وزنك؟ إلى الوزن ديالك
70 كيلوغرام عند التصادم يتضاعف 20 مرة بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، كيولي الوزن ديال قرابة 1400 كيلوغرام، كيولي طن ونص. هذه غير 50 يعني عند التصادم وكأن طن ونصف يضغط عليه. هذا غير 50 كيلومتر في الساعة. جاو دوك المهندسين ووضعوا حزاما ليمنع ذلك. كتقول للإنسان الله يهديك، راقب العجلات ديالك، هو شاري إطارات معينة تناسب أرضية معينة وسرعة معينة وهو يعلم ذلك، يقول لك توكل على الله. هذا الكلام الذي لا ينبغي أن نتلفظ به، هذا هو العيب. قال عليه الصلاة والسلام عقلها وتوكل. يعني إلى احنا كمسلمين حطينا نصب أعيننا هذه الآيات التي سردتها في بداية الخطبة في حرمة النفس وإزهاق الأنفس وأن يقتل المرء نفسه. الإنسان سايق السيارة ديالو عنده السرعة محددة في 60 كيلومتر، يعني ديك الطريق لا تتحمل أكثر من ذلك، إما لأن المشاة يعبرونها وإما لمنعرجات خطيرة فيها، وكيبغي يجرب الموتور. هذيك الطوموبيل شريتها عندها الموتور كبير، ومن بعد هذيك السيارة هذيك القزديرة الحديدة التي تركبها ما غايتها؟ أن تنقلك من مكان إلى آخر، ليست غايتها التباهي ولا أن تظهر مالك ولا إلى غير ذلك، أو أن تقتل نفسك أو تزهق نفس غيرك. والله الذي لا رب سوى إذا التزم كل منا بالقانون اللي قراه واللي كيعرفوا واللي خدا من أجله ديك البطاقة، راه ممكن ما توقع حتى شي حادثة إلا أن يشاء الله. وقعت شي حاجة، خسف بالأرض، وقعت شي كارثة، وقع شي اضطراب في الأرض، وقعت شي حاجة، إذا التزمت بالقانون وبالإشارات إلى غير ذلك راه ما غاديش من عندك. الناس اللي صنعوا ديك السيارة وضعوا لها السرعة المحددة ووضعوا لها الإمكانيات اللي يمكن تحملها إلى غير ذلك. لذلك أنا أنظر بعين غير المسلمين. من غادي يجيو كيقراو القرآن المستشرقون من غير المسلمين وكيشوفوا هذه العظمة ديال النفس البشرية كيفاش سيدي ربي وسيدي النبي عليه الصلاة والسلام عطاو للنفس هذه القيمة. علاش المسلمين عندهم هذا الدم كامل على الطرقات وهم يعلمون أن قيمة النفس عند المسلمين أعظم من أعطى للنفس قيمة هو الإسلام. ناهيك عن تغيير المسار، ناهيك عن عدم احترام إشارات المرور وعدم احترام الأسبقية إلى غير ذلك. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يبقى مما ينبغي التنبيه عليه، ونحن جميعا نرتاد الطرقات إما راجلين ومشاة وإما على سياراتنا أو على عرباتنا، سميها عربات ذات محرك، سيارة أو شاحنة أو حافلة إلى غير ذلك، كلنا نشترك في الطريق. ينبغي التنبيه على أمر ألا وهو الترويع. بالدارجة غتخلعني، لأن كثير من الناس كيقولوا راسو راه شيفور، راه معلم، أنا غنسبقه، ولا خلعتيني أو روعتني بالله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده ورأى رجلا يمازح صاحبا له، كيضحك معه كيلعب معه، وخبأ نعلاه، خبع له الحذاء دياله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل لعلك تروعه، يعني غتشوش له البال دياله، يقدر تفزعه يتخلع. بعد منا قال له فمن روع مسلما روعه الله يوم القيامة. انت عارف الأسبقية ماشي ديالك، والاخر راه داخل المدار، انت زعما غادي تسبقوا هو مع وليداته وغادي تخلعوا وغادي تفزعوا. أجد ندخل كلنا تحت قوله تعالى يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بكبشين ينتطحان، قال يا معاذ أتدري فيما ينتطحان؟ أدو بهائم. قال يا رسول الله الله ورسوله أعلم. قال له يا معاذ ولكن الله يدري، وسيفصل بينهما يوم القيامة فيما كان ينتطحان فيه. هذو بهائم، فما بالك أنت يا مسلم؟ من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. انت فرحان غادي تشري موطور دراجة نارية، ودوك الناس اللي صنعوا ذاك المحرك عنده نوع ما من الضجيج، عنده قواعد ديالو، وضعوا العادم بالدارجة الشاكمة لشابمون العادم. لماذا وضع وبذلك الحجم؟ حتى يمتص صوت المحرك. كتنوض انت وكتحيد الغطاء ديال العادم باش دير نوعا ما من الضجيج الذي يعجبك ويرضي نقصك وضعف الاهتمام بك. وتمر في الشارع امرأة نعسات الوليد ديالها، واحد مسكين مريض يلاه دخلت واحد شوية النعاس وتفزعه. راه إذا خرجت من نفسه لعنة الله عليك وجبت. منين جبتها؟ ماشي الكلام ديالي، لا، كلام سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من آذى الناس في طرقاتهم، طريق ماشي ديالك ولا ديالي، وجبت عليه لعنته. ما معنى وجبت عليه لعنته؟ إذا لعنك أحدهم فقد وجبت. كتشري سيارة بمواصفات معينة وتقوم بتعديل في العادم باش تصدر صوتا معينا وفرحان، وقد تتبعك لعنة الناس. والإنسان في هذه الدنيا لا يدري من أين تهب عليه المصائب، أبذنب اقترفه أم بدعاء مظلوم قد ظلمته وأنت لا تدري بظلمك له. تحت طائلة أنا حر، أنا رزقي شريت، أنا فعلت، أنا تركت. نحن مسلمون نموت ونقبر ونبعث ونحاسب بين يدي الله عز وجل. وأختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى فيه، يقصد حقوق العباد فيما بينهم، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. إن الله يجزيكم بخير. إلى انصرفنا الإنسان بعد الصلاة كالقى الإنسان ينطلق غير بالسياسة، غير بالتي هي أحسن. الإنسان كي ياخذ السيارة ديالو، دير الحزام ديالك، راقب السيارة ديالك، راقب الوريقات ديالك، وقبل الطريق ديالك، وغير بالشوية عليك. الله يجازيك بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله ما كان الرفق في شيء، في أي شيء. الرفق من معانيه تؤدب التي أحسن، بالسياسة غير بالشوية عليك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما خلا منه شيء إلا شانه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا المظالم وأن يجنبنا الدماء كيفما كانت، صغر شأنها أم كبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدم الراسخ والجاه العالي ساداتنا مولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا حفظته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، واحفظه في ولي عهد مولى الحسن وسائر الأسرة الشريفة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.